ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد على هبة شانل، يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض وصفة شتوية كده حلوة تدفينا. حطيت معلقة سمنة عليها طماطمايه وبصلايه وجزرايه، كلهم متوسطين الحجم مش كبار قوي. وهحط عليهم كوباية من العدس، وحطيت معلقتين صغيرين من معلقة الشاي الصغيرة توم مفروم. وهبدأ بقى اقلبهم. ما تسلقيش بقى تاني خالص، ما نحطهمش وننزل عليهم بالمية على طول، لا نشوحهم كده في معلقة سمنة، ريحتهم تطلع كده وبعدين نحط المية. هتاخدي طعمهم حلو، طعمهم مختلف، بس حلوين قوي. إيه، ممكن التركية الصغيرة دي مش فارقة قوي يعني في شغلها، بس فارقة في الطعم شوية. حاسة ان طعم المتشوح احلى من الخضار المسلوق كده، كله مسلوق في مسلوق، ده متشوح كده. وتنزلي عليه بقى بالمية السخنة، بس كده حوالي لتر كده مناسب للكوباية. وبعد كده انتي بتقليه وبتخففيه، يعني بتشوفي القوام اللي انتي بتحبيه بيه. في ناس بتحبه خفيف قوي، ناس بتحبه سميك شوية. حطيت ملح وكمون. ده ملح انا مخلطة عليه كمون، يعني حاطة كمون في المطحنة، حطيت عليها شوية ملح ومع بعض كده وشلتهم في العلبة الصغيرة دي. الحاجات اللي محتاجة كمون باخد منها ملح بكمون، الحاجات اللي محتاجة فلفل بعمل واحدة زيها ملح بفلفل. ده شكله بعد ما استوى كده وقعد يغلي بقى معايا براحته كده. حبيت اوريكم شكله، وبعد كده هضربه بقى بالهاند بلندر لحد ما يدوب خالص كل حاجة، ما يبقاش باين فيه اي حاجة، ولا بصل ولا طماطم ولا جزر ولا اي حاجة. لو ما عندكيش هاند بلندر ممكن نعمل الخطوة دي في الخلاط، بس هتستني يبرد شوية صغيرين علشان الشفشق بتاع الخلاط. ده قوام العدس زي ما انتوا شايفين، بس هو لونه مش اصفر قوي كده، لونه مدي على الاورنج سنة، بس مش عارفة ليه الكاميرا مطلعاه اصفر قوي. هو اورنج سنة عن كده، يعني الجزر مديله اللون الاورنج ده. انا كنت بوريكم القوام بتاعه المظبوط اللي انا بحبه بيه. وبعد كده هغليه ياخد غلوة كده، عشان لقيته محتاج ايه غلوة كمان. ده شكله، هو ده بقى القوام اللي انا بحب اعمله بيه، ولا هو سميك قوي ولا هو ميه قوي. زي الشوربات اللي بالكريمه كده. هغرفه وهوريكم شكله. حطي بقى جنبه بصل اخضر، بصل عادي، شويه زيتون مخلل، انا حطيت جنبه زيتون مخلل وعيش وبس كده كان زي الفل. ده شكله بعد ما غرفته، يا رب يعجبكم، بس هو برضو كان لونه اورنج شويه مش اصفر قوي.